عندنا بقى فترة توقف دولي وانترناشونال جيم بريك. في حلقة النهاردة هنتكلم على الفترة اللي فاتت واللي حصل، هكلمك على فرقتي واللي حصل فيها، ليه انا شايف ان انا عملت كويس لحد دلوقتي، وهنحلل كده فرقتي، وهنتكلم برضو عن ليج يلا فانتسي اللي بصراحة انا مقصر فيه قوي ومش بتكلم عليه كتير في الحلقات. بس سامحوني، يعني الفترة الجاية ان شاء الله هحاول ان انا ادخل ليج يلا فانتسي اكتر في الحلقات بتاعتي، وهنتكلم على رؤيتي لموضوع الوايلد كارد ونعمل ايه، ولو انت هتعمل ايه مثلا عشان تفعل وايلد كارد، وانت ما تفعلش وايلد كارد ليه، وكل الحاجات دي، وامتى تفعل وامتى ما تفعلش. وهناخد كده ريكاب سريع للي حصل وايه اللي هيحصل للفتره الجايه والفرق، ومين نعتمد عليه لو انت هتفعل وايلد كارد، او تعتمد عليه لو انت حتى هتزق شويه لقدام ومش هتفعل وايلد كارد في الجوله الخامسه. فما تروحش في اي حته، عندنا حلقه مميزه جدا، وان شاء الله هيكون في حلقه لفرقه الوايلد كارد هحاول كده تنزل في نص الاسبوع، واخر الاسبوع ان شاء الله ننزل حلقه التوقعات زي ما بنعمل كل مره. ورجعنا لكم تاني يا شباب، ويلا فانتسي وحلقه جديده من حلقاتنا. طبعا عندنا فتره توقف دولي. بفكرك انك انت تعمل لنا لايك وسبسكرايب لو انت مش مشترك عندنا في القناه، او لو انت بتتابع محتوانا. اللايك والسبسكرايب دايما بيدعمنا كتير قوي ان احنا نستمر. ومعلش انا الفتره اللي فاتت كنت يعني بنزل كده بالعافيه وفي اخر وقت والكلام ده كله، بس بصراحه الدنيا كانت مكعبله شويه عندي يعني في حياتي عموما، نروح شغل جديد، والفتره دي شغال على براند هدوم كده، لسه يعني بيبي ستيبس بنبتدي فيه. وده على فكره تيشيرت من البراند بتاعي، وعندنا برضو سويت شيرتس وسويت بانس. تقدر تبص على البيج بتاعتنا تحت في انستجرام، ولو انت تشرفني وتشتري حاجة من عندي طبعا هتلاقي ان شاء الله برودكتس بكواليتي حلوة، وحاجة يعني هتظبط معاك بشكل كبير. وكمان لو انت في اي وقت عايز ترجعها وتسترد فلوسك، او عايز تغير المقاس، كل ده متاح عندنا. يعني تشغلوش بالكم باي حاجه، بس قول بس انك انت جاي من طرف التشانل بتاعت يلا فانتسي. خليني اقول لك انا عملت ايه في الفتره اللي فاتت. انا جبت 264 نقطه، ترتيبي تقريبا حوالي 450 الف على العالم. يعني شايف ان هي بدايه حلوه. انا من طبعي ان انا ببتدي بدايات خفيفه، بدايات ايه يعني، اللي هو البيبي ستيبس. ببتدي خفيف وبعدين بطلع شويه. يعني الثلاث جولات اللي فاتوا انا الحمد لله كنت موفق بشكل كبير في التبديل. يعني مثلا انا الجوله الثانيه اشتريت مبومو كان هو يعني نجم الجوله، جاب هدفين واسيست تقريبا وجاب 16 نقطه. بعد كده اشتريت جوستو في الجوله اللي تشيلسي فتحوا فيها سكور على لوتون تاون، وجوستو بشكل كبير برضو كان فرق معايا جامد الجوله دي وجاب لي 14 نقطه. والجوله اللي فاتت بعت راشفورد واشتريت جيمس ماديسون. بصراحه هو ما فرقتش كتير، يعني لو احنا جبناها بوينت وبوينت كده لا ما فرقتش كتير، بس انا استفدت كام حاجه. اولهم ان انا بعت حد ب9 مليون واشتريت حد ب7 و7، وتقريبا جاب لي نفس البوينتس، فوفرت 1.3 عندي كده في البنك، على كان في نص مليون انا كنت محوشهم، فانا بقى عندي 1.8 في البنك. وده يعني يديني فرصه ان انا اعمل مثلا ابجريد لحد في خط النص، واشتري حد اعلى، او حد في خط الهجوم واشتري لاعب اعلى. طيب فرقتي عملت ايه الجوله اللي فاتت؟ انا جبت يا جماعه 91 نقطه. كان عندي ديفرنشالز حلوه جدا بصراحه. كان عندي حد زي ادوارد، الراجل كان الافكتيف اونر شيب بتاعته 1%، فلك ان تتخيل الراجل ده جاب لي 13 نقطه، فرق معايا بشكل كبير. ده واحد من اللعيبه اللي طبعا فرقت معايا. اشتريت ماديسون طبعا زي ما اتكلمنا، ما كانش هو مش اقوى ديفرنشال يعني، بس هو نظره لقدام، وهقول لك ليه هو نظره لقدام في الماتشات اللي جايه عن ماركوس راشفورد. برضو كان عندي ستيل كان في حراسة المرمى، بس ستيل للأسف شكله خسر مكانه الأساسي في التشكيلة، وبقى على الدكة خلاص. فنزل لي تيرنر من على الدكة ب5 نقط، وعلى فكرة كانت مصلحة بصراحة، لأن كلين شيت برايتون ألبيون حتى راح في آخر الماتش
والناس اللي كان عندها ستوبيان وكانت عامله مثلا دبل تيمينج من فريق برايتون البيون، فالناس دي اتشلت. فعلى الاقل والله حلو جدا ان انا نزل لي ترنر من على الدكه. اي نعم ترنر كان ممكن يجيب 9 نقط لولا الانذار اللي هو خده في اخر الماتش، في اخر دقيقه حرفيا في الماتش، وخسر للاسف التلاته البونص وخرج بره البونص خالص. يعني كان ممكن اقفل مثلا على 95 حتى، الرقم اشيك بصراحه، بس مش مشكله والله. انا يعني زقيت زقه جامده قوي. انا كنت تقريبا قبل الجوله دي في المليون و700، هوب بقيت 450,000 470,000 حاجه زي كده. فدي حاجه كويسه. ايه اللي انا بفكر فيه في فرقتي؟ انا بفكر في فرقتي ان انا اصبر شويه على الوايلد كارد. طيب هتقول لي طب ليه تصبر على الوايلد كارد يا عم؟ ما تفعل الوايلد كارد. انا شايف انك انت خلي بالك من النقطه دي، لو انت تقدر تصبر على الوايلد كارد وما تفعلهاش دلوقتي، لو انت فرقتك تستحمل، يعني خلينا نقول برضو بشكل تاني، لو فرقتك تستحمل انك انت تقدر تكمل الاربع جولات الجايين او الخمس جولات الجايين لحد جيم ويك 9، انك انت ما تفعلش وايلد كارد، جو اهيد. يعني حاول تزق فرقتك كده. ليه؟ لان خلي بالك الوايلد كارد الجديد هيفتح امتى؟ هيفتح في النص الثاني من الموسم بعد الجوله ال 19. فانت بتتكلم لا ان وقت طويل، يعني معرض ان الدنيا تتشقلب بيك. فلو انت فرقتك تقدر تزقها شويه لحد الجوله التاسعه. وليه الجوله التاسعه؟ عشان الجوله التاسعه هتبتدي الفيكستشرز تتقلب، الفرق اللي كان عندها ماتشات صعبه ماتشاتها هتسهل، والفرق اللي عندها ماتشات سهله ماتشاتها هتصعب، والدنيا هتتغير. فلو انت تقدر تصبر اصبر. طيب هتقول لي يا شلبي طب انا اعرف منين؟ يعني معلش، انا اعرف منين ان فرقتي هتأدي ولا مش هتأدي ولا الدنيا عامله ازاي؟ خد مؤشرات مبدئيه. ما هو بص، كل اللي احنا بنعمله ده احنا بنتوقع ويا تصيب يا تخيب، بس بيبقى عندك مؤشرات مثلا مبدئيه انك انت عندك لعيبه ماتشاتها الجايه حلوه وفورمتها شغاله كويس. فوالله لو انت عندك الاوبشن ده، عندك مبدئيا مثلا 12 لاعب اساسي في تشكيلتك، نقطه مهمه، وعندك منهم مثلا 9 لعيبه عندهم في الجولتين او 3 جولات الجايين ماتشات كويسه واللعيبه ماسكه فورمه، لا اخر شويه الوايلد كارد، اخر شويه الوايلد كارد واصبر عليه. ما ترميهاش كده على طول، لا كل ما تكون تقلان شويه في الوايلد كارد كل ما يكون احسن. اما بقى بالنسبه لليج يلا فانتسي، ليج يلا فانتسي عندنا منافسه شرسه جدا. اول لاعب طبعا في الليج هو ايوب الجاسم. ايوب الجاسم جايب 290 نقطه توتال، 90 نقطه الجوله دي. الراجل فعل وايلد كارد في الجوله الثانيه، وده حاجه بصراحه يا عم ايوب غريبه شويه وما صابتش معاه. يعني هو في الجوله الثانيه جاب 36 نقطه لما فعل وايلد كارد، بعد كده وده كان بلو افريج. بعد كده الجوله الثالثه برضو اداها بنش بوست ودي ضربت معاه جامد، وبرضو الجوله اللي فاتت جاب 90 نقطه. فيعني الدنيا متوسطه، بس انا ما كنتش حابذ بصراحه ايوب انك انت تفعل وايلد كارد في الجوله الثانيه، لا تصبر شويه. ولكن الراجل اول على الليج بتاعنا، بس مش هو اعلى لاعب جاب بوينتس الجوله دي. اعلى لاعب جاب بوينتس الجوله دي هو ياسين جايب 106 بوينت. الراجل عمل جوله جامده جدا، عنده لعيبه ديفرنشالز خطيره، عنده ايزي وعنده طبعا سون اللي جاب هاتريك في الجوله دي. هو كان صابر عليه شويه حلوين، يعني ما كانش جايبه للجوله دي، بس هو صبر عليه شويه وبرافو. يعني فعلا سواء ايزي او سون، اتنين ديفرنشالز كبار جدا وفرقوا معاه بشكل كبير. اللعيبه دي لما بتجيب لك بوينتس هي بتعليك انت اوتوماتيك، بتعليك لوحدك مش بتعلي حد تاني معاك. غير كمان ان هو كان عنده اكي اللي يعني ادى برضو كويس، جاب بوينتس حلوه قوي وفلت شويه من الروتيشن بتاع جوارديولا في الجوله اللي فاتت. نمسك بقى الريكاب كده بتاع الفانتسي لحد دلوقتي. خلي بالك الافريج 224 نقطه، يعني انت لو جايب 224 نقطه فانت في نص الفانتسي كده. انت لا انت عامل حلو قوي ولا انت عامل وحش قوي، انت في الايه، في النص. لو انت ترتيبك اقل من مثلا 2 مليون ونص، فخلي بالك لا انت ما عملتش كويس قوي في الفتره دي.
بس لو انت ترتيبك من 2 مليون ونص وانت طالع فانت عملت كويس. طيب ليه يا عم؟ ده انا كده يعتبر بعيد. اولا الفوارق في بدايه الموسم بتكون كبيره. يعني انت الاول على اللعبه مثلا جايب كام؟ جايب 360 نقطه. انا جايب تقريبا 263 نقطه، ومثلا قدامي 450 الف لاعب مثلا. ف احنا اللي احنا بنتكلم فيه ده تقريبا 100 نقطه، يعني 100 نقطه على 450 الف واحد. فانت بتتكلم ان البوينت لا بتعليك كتير قوي. دي نقطه. فالفوارق بين اللعيبه قليل. تاني حاجه خلي بالك، الراجل اللي كسب الفانتسي السنه اللي فاتت كان 1,200,000 في الفترة دي فانت لسه بدري عليك، فما تيأسش، لسه بدري قوي. الفانتسي مش مسابقة قصيرة، لا ده ماراثون طويل 38 جولة لازم تكون مركز فيهم. حتى لو انت والله اديت كويس في الاربع جولات الاولانيين لازم تكون مصحصح للجولات الجاية. عايزين بقى نتكلم كده على احصائيات سريعة، يعني احصائيات سريعة كده على اللي حصل في الفانتسي. خلي بالك لحد دلوقتي في الاربع جولات الاولانيين، 4 جولات اولانيين فيهم بس 15 كلين شيت. منهم فريق واحد بس قدر ان هو يحافظ على 2 كلين شيتس، وهو كان مانشستر سيتي. والادهى ان مفيش غير مدافع، يعني غير ووكر، هو اللي نجح ان هو يسكيور ال2 كلين شيتس، عشان هو ما حصلوش روتيشن لحد دلوقتي من تشكيله جوارديولا. غير كده يعني خط الدفاع بصراحة مش رهانك خالص. تبديلاتك دايما توفرها لخط النص او خط الهجوم، لان المركز ده مش معرض ان هو ينفجر. معلومة تانية برضو، احصائية تانية مهم، احصائية بتقول لك ايه؟ انك انت عندك 15 لاعب في خط النص جايبين اكتر من 20 نقطة، منهم بس 2 بريميوم فوق ال9 مليون اللي هم سون وصلاح. غير كده عندك لعيبه كتير قوي في البرايس رينج اللي هو 6 و6 ونص و7 والحاجات دي جايبين اكتر من 20 نقطه. وطبعا الاعلى لاعب في خط النص جايب هو مبومو، ومبومو سعره 6 و8. فانت عندك لعيبه كتير قوي تقدر تجيبها في خط النص وتجيب لك بوينتس. فخلي بالك من النقطه دي. مفيش نجم اوحد، مفيش اللي هو الواد اللي يعني لازم اجيبه عندي. لا انت هتلاقي تشكيلات مليانه لعيبه كتير بتجيب نقط كتير، وعندي ناس كتير برضه، بس ما تقدرش تلم ال20 لاعب طبعا في تشكيلتك. برضه احصائيه كمان ضروري ان احنا نتكلم عليها، الفرق الصاعده يا جماعه. الفرق الصاعده لحد دلوقتي في 4 جولات فشلوا تماما ان هم يحققوا اي فوز. طيب حاجه تانية، مفيش غير فرقه شيفيلد يونايتد اللي نجحت ان هي تجيب بوينت يتيمه وضد ايفرتون. يعني ايفرتون مثلا وشيفيلد لو ما كانوش لعبوا الماتش ده كان غالبا الفرقتين دول كانوا هيصفروا بوينتس. عايزين بقى نمسك جداول الفرق اللي عندها ماتشات حلوه الفتره دي. يعني خلينا بص كده على الشاشه معايا، عندك الجدول ده مترتب، يعني الفرق اللي عندها ماتشات اسهل للاصعب من الجوله الرابعه لحد الجوله التاسعه. تمام؟ فاحنا خلاص احنا خلصنا النقطه بتاعت الجوله الرابعه دي، خلاص خلينا نمسك بقى من اول الجوله الخامسه. الجوله الخامسه عندك لوتون تاون، هو يعتبر اسهل فريق عنده جولات وماتشات الفتره دي. تجيب بينهم مين؟ ما تجيبش منهم حد خالص. يعني بص ما تجيبش حد منهم خالص. فريق ضعيف جدا هجوميا ودفاعيا، مستوى زي الزفت. يعني مش سهل انك انت تضيع تبديلك على حد من اللعيبه دي بصراحه. اداء ضعاف جدا فنيا. فابعد عن لوتون تاون خالص خالص. حتى لو هتقول لي والله ده في دبل جيم ويك يا عم الاسبوع السابع ما بين بيرنلي ولوتون تاون والكلام الجميل ده كله، برضو ابعد خالص عنهم. اخرك لاعب واحد وتقعده على الدكه مش اكتر من كده. نمسك بقى الفرق اللي بعد كده. عندك تشيلسي تاني احسن جدول. تشيلسي بصراحه بيعانوا فنيا بشكل كبير. شايف ان لا فريق صرف عليه كتير على ان هو يعمل اللي هو عمله. يعني خسروا مثلا من نوتنغهام فورست، كسبوا يعني لازم يكسب لوتون تاون يعني. بس غير كده تعادل مع ليفربول وخسر بعد كده من ويست هام. الوضع مش احسن شيء. طيب نجيب مين منهم؟
هحاول او اقول لك حافظ على اسيت دفاعي زي تشيلويل. جوستو دلوقتي في ريسك بقى خلاص، ريس جيمس غالبا هيرجع الفتره دي، فلو انت ناوي تفعل وايلد كارد جوستو مش افضل اوبشن عندك. بس حافظ على اسيت دفاعي واحد كده من فريق تشيلسي. ستيرلينج ابعد عن ستيرلينج، شايف ان حد زي جاكسون هو الوحيد اللي انت ممكن تروح له يعني. ليه؟ لان جاكسون ضيع كتير قوي، وحتى لما بوتشيتينو اتكلم عليه قال لك هو متوتر ومستعجل وبيضيع، فهو محتاج شويه وقت يتاقلم. بس احصائيه كده على الماشي للاعب زي جاكسون اكتر لاعب ضيع بيك تشانسز بالست فرص. يعني تخيل جاكسون مثلا لو كان سجل تلتهم، جاب جولين منهم، كان هيبقى في مكان تاني دلوقتي. فهو تشيلويل وجاكسون هم اللي تقدر تعتمد عليهم بشكل كبير. ابعد شويه عن ستيرلينج، ملوش لازمه خالص. عندك برضو نيوكاسل عندهم ماتشات بروميسنج الفتره دي. عندي تحفظين صراحه على نيوكاسل. اول تحفظ الاداء البهتان اللي هم ظهروا بيه في اول 4 جولات. خلي بالك خسروا 3 ماتشات وكسبوا ماتش. الماتش اللي كسبوه طبعا هم مسحوا فرقه استون فيلا يعني 5 والدنيا كانت ولعه. بس الفريق ده فشل ان هو يحقق ولا كلين شيت. وحط خط تحت النقطه دي، نيوكاسل كان اللي بيميزها السنه اللي فاتت ان دفاعها جامد. كانت في ماتشات كتير بتقفل وبتعرف تكسب 1-0 وبتاخد بوينتس. النقطه دي مش موجوده السنه دي. طيب ماتشاتهم الجايه بروميسنج، عندك مين ممكن تجيبه؟ تريبير طبعا اوبشن قوي جدا ممكن تجيبه عندك. بس مش شايف انه يستاهل ال6.5 مليون دلوقتي لحد بقى ما يبان له امارات بصراحه. ممكن تجيب حد مثلا زي فابيان شير مثلا، اوبشن كويس ممكن تجيبه. ممكن نيك بوب مش بطال برضه، ولكن ما تروحش تجيب تريبير غالي قوي. يعني انا فاكر السنه اللي فاتت تريبير ده ما كانش فيه ماتش بيعدي غير وهو بيجيب اتاكينج ريتيرن، بيعمل اسيست، بيعمل اي حاجه. طيب هجوميا انا عندي التحفظ الثاني الروتيشن اللي هم ممكن يدخلوا عليه الفتره دي، عشان خلي بالك هيبتدوا عندهم الماتش الاولاني اواي ضد اي سي ميلان في تشامبيونز ليج. هقول لك يعني الموضوع مقلق شويه، مش عارف ايزاك ولا ويلسون بصراحه. ويلسون نزل الجوله اللي فاتت وجاب جول، هل ده ممكن يخلي ايدي هاو يبتدي بيه الجوله الجايه؟ مش عارف. بس يعني سواء ايزاك او ويلسون اللي هيبقى فيهم اساسي انا شايف ان هو هيكون تروح عليه. ولو اني اظن ان ويلسون ممكن يبتدي الجوله الجايه، يعني بسبب الجول اللي هو جابه في برايتون الفيون. لا ممكن يقرص شويه دماغ ايزاك ويقول له لا طب اقعد. طب ممكن ايزاك يلعب في تشامبيونز ليج وويلسون هو اللي يلعب في الدوري، لسه الدنيا دي مش واضحه. عندك الميرون شايفه اوبشن كويس هيبتدي يظهر الفتره دي. انا شايف ان الفتره دي جو اهيد واشتري حد من الاسيتس الدفاعيه بتاعه فرقه نيوكاسل. لو انت هتفعل وايلد كارد هنصبر شويه ونشوف هو هيلعب بمين بقى، بايزاك ولا ويلسون، يعني اللي هيبقى اساسي فيهم على طول هنروح نشتري. عندك برضو الميرون، وده انا شايفه هو السيفست اوبشن بصراحه. الميرون غالبا هيكون اساسي في الدوري ده كده كده يعني. فممكن لو انت خايف من الروتيشن بتاع ويلسون وايزاك والكلام ده والتبديلات ممكن تروح تشتري الميرون. الفرقه اللي بعد كده وهي توتنهام، برضو عندها ماتشات حلوه جدا. شايفين فريق متماسك. توتنهام ما خسرش لحد دلوقتي، عنده لعيبه حلوه جدا. عنده ماديسون ده اوبشن لازم تجيبه، ودوجي برضو لاعب رائع لو ما سجلش وما عملش اسيستات بيطلع بكلين شيت. عندك سون لان سون لو فضل يلعب سترايكر هو اوبشن خطير جدا. الراجل اول ماتش لعب سترايكر صريح مكان ريتشارلسون، جاب هاتريك يعني. ليفربول اللي برضو متماسك شويه، لعب 4 ماتشات ما خسرش ولا ماتش. دفاعيا مش افضل شيء يعني، ولو ان ظهر لهم كده امارات الماتش اللي فات، بس يعني مش هراهن على برضو اوبشن من كلين شيت بتاع فرقه ليفربول. لو انت بقى يعني معاك فلوس كتير وعايز تبعزقها، روح هات حد زي الكسندر ارنولد.
صلاح شايفه تسيبه عندك في الفريق. اي نعم، اي نعم، صلاح ما انفجرش قوي، بس خلي بالك صلاح ما جابش بلانك برضو من اول الموسم، فشايف تصبر على صلاح. داروين نونيز هيكون اوبشن خطير جدا جدا جدا، الراجل بيجيله فرص كتير وبيضيع فرص كتير، وهيكون هو الاوبشن الاساسي الفتره دي. فشايف داروين نونيز اوبشن حلو قوي تختاره، وهيكون ديفرنشال بشكل كبير. وبرده لويس دياز ممكن تديله هنت كده ان هو يعني تلعب بيه لو انت عايز مثلا حد يكفر صلاح، ممكن لويس دياز مثلا، مفيش مشكله. اليونايتد برضو من الفرق اللي عندها ماتشات لطيفة، ولكن الفريق مش في احسن حالاته. يعني ممكن يطلع بكلين شيتس الفترة دي، ممكن يطلع بكلين شيتس، ممكن تروح لاوبشن زي ريجاليون. الراجل هيكون هو الباك الشمال الاساسي باصابة لوك شو اللي هتطول، ومالاسيا طبعا اللي نوت افيلابل يعني ان هو يلعب. فراجل ب4 و4 وباك شمال ممكن تفكر فيه تشتريه عندك في الفريق لو انت هتفعل وايلد كارد. في الهجوم انا شايف ان هويلاند هيرجع خلاص، ده هيفتح لنا فرص جديده في الفانتسي، وهو مش مهاجم غالي، وماتشات لطيفه جدا لفرقه مانشستر يونايتد. بس هل بقى الفريق انفورم نعتمد عليه ولا لا؟ مش عارف. اما بقى مانشستر سيتي برضو اللي يظل عنده ماتشات حلوه، هالاند ده كده كده عندك في الفريق. الفاريز شايفه اوبشن حلو قوي انك انت تعتمد عليه جنب هالاند. برضو رودري خلي بالك اوبشن قوي، اونرشيب قليله ورخيص، الراجل ده ب5 و7 مليون، ورودري على فكره مسجل هدفين لحد دلوقتي في الدوري. اما بقى في حراسه المرمى، او لو انت عايز تران على كلين شيت، روح يا عم الادرسون، راح دماغك، بلا ووكر بلا دياز بلا اكي بلا اي حاجه. هو ادرسون. يعني لو انت عايز تفعل وايلد كارد وعايز كلين شيت مضمون للسيتي، روح لادرسون وخلاص، وفكك بقى من الدفاع والهبل بتاع جوارديولا. مفيش حد مضمون ان هو اساسي، حتى ووكر اللي لعب الجولات كلها ممكن برضو يقعد على الدكه الجوله الجايه عادي، يعني مفيش اي مشاكل. اصعب بقى فرقتين عندهم جدول في الفتره دي هم ويست هام. شايف رهانك بس على بوين، لو عندك في الفريق سيبه، بس لو انت هتفعل وايلد كارد ما تروحش تشتري بوين، تمام؟ يعني خلاص انت عندك بوين ومش هتفعل عليه الوايلد كارد، خلاص سيب بوين، مش بطال. لو عندك اولويات اخرى يعني في الفريق انك انت تبدل. اما بقى بالنسبه لبرايتون، هو اسوأ فريق عنده ماتشات الفتره الجايه. لو انت هتفعل وايلد كارد ما تجيبش استوبي قولا واحدا. سيب ميتوما عندك، لو انت شاريه سيبه عندك اهو، موجود عند ناس كتير، وممكن تلاقي الراجل بيسجل ولا بيعمل اسيستات، بس انا مش هروح ان انا اشتريه مخصوص الوايلد كارد بصراحه. دي كانت حلقتنا طبعا، ويلا فانتسي. وما تنساش طبعا باللايك والسبسكرايب، وتقولي تحت في الكومنتس انت ناوي تفعل وايلد كارد الجوله الجايه ولا هتصبر شويه للجوله التاسعه. ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه، واستنونا عندنا ان شاء الله حلقه وايلد كارد هتنزل مثلا في نص الاسبوع، وفي اخر الاسبوع هنتكلم على اختيارات الجوله الخامسه.